ولازم نركز ونشتغل عدد ساعات قليل ونبقى افيشنت. ازاي؟ ما انا ما عرفتش، بلاش ما عرفت، انا ما شفتهاش. يعني انا ما شفتش الجينيوس اللي بيشتغل من 7 ل 5، انا ما قابلتوش في حياتي، والله ما قابلته، ما قابلتوش، لا موظف ولا صاحب بيزنس. يعني ما لقيتش موظف كده بتاع البنك، موظف البنك عشان هو الوحيد اللي بيمشي على الساعه، اللي بيشتغل من 9 ل 5 ده ما بشوفوش برضه. الموظف بتاع البنك بتاع الحساب بتاع الكلاينتس الكبيره او اللي فاتح حسابات كبيره في البنوك، لا ده بيبقى في البنك من الساعه 7 وممكن يقعد للساعه 8 9 بالليل عادي جدا، وبعد ما يخلص ممكن يروح يقابل العملاء بتوعه الساعه 10 بالليل في كافيه ويسهر معاه، وده موظف البنك. ولما يقابل الناس دي الساعه 9 بالليل هو كده بيشتغل، وهو كده بيبني ريليشن برضه، وممكن يخرج مع الناس دي يوم الجمعه، وممكن يروح مع الكلاينت بتاعه ده عشان عايز يشتري حته ارض وعايز ياخد رايه فيها، مع ان هو موظف بنك. بس ده موظف اللي هينجح، ده اللي بكره هيبقى مدير البنك. نفس الفكره بتاعت السيلز. لو انت بتبيع عقارات انت ممكن تشتغل في الشركه ال5 ساعات، وممكن انت لو مصور تشتغل في التصوير بتاعك ال5 ساعات، لكن بعد ما تروح تفتح وتاخد تريننج وتبص على الكاميرا دي وتنزل مع واحد صاحبك اكبر منك عشان تشوفه بيعمل ايه، وتنزل يا رامي زي ما قلت لك قبل كده ببلاش في الفيلم ده وببلاش في الحته دي عشان تتعلم الحاجه دي وتتعرف على الناس دي. ما هو ده كله شغل. صباح الفل. لو عجبك الكلام ده سيب لي كومنتس هنا، هطلع لك تاني كل يوم جمعه وسبت وحد واثنين، صبح وبالليل ظهر، هطلع لك في كل حته على فيسبوك وانستجرام يوتيوب ثريدز، هطلع لك في كل حته. صباح الفل.